معرفش ازاي لما بيجي عليك الشتا بتروحي تجيبي السحلب من بره ب500,000 جنيه، وانت ممكن تعمليه في البيت ويكون جامد جاحد فارق. ازاي بقى نعمله زي بتوع الكافيهات ويبقى في البيت بالظبط؟ اكسبلوروا لايك وشير ونبعد عن اذية الغير، ويلا بينا نجوم الكوكب. اول حاجة كوباية من دقيق الرز، واللي ما عندوش دقيق رز ممكن يطحن رز عادي في المطحنة. كمان كوباية من لبن البودر، وهنقيس كله على كوباية الشاي. كمان من نفس الكوباية كوباية سكر بودرة. كوباية كمان من النشا. كيس فانيليا صغير. من الزبيب بتاع رمضان اللي ما بيعملش بيه حاجة. نص كوباية من السمسم، يكون سمسم متحمص. نص كوباية من جوز الهند. تعلي على اللي علق حبة من السوداني المتقشر. اضرب من ده على مرندة. كوبايتين من اللبن هنزل عليهم ب4 معالق من السحلب اللي احنا عملناه. حاجة معايا السكر. بص بقى القوام يا معلم، بص الشياكة، بص الحلاوة. خش بقى كده وبص على الشياكة والحلاوة. احنا اللي قلنا الشيطان روح قبل ما تنهار. كوباية السحلب بتاعت الكافيهات في البيت بأقل التكلفة. اكسبلور كتير ولايك كتير ومشاركات للصبح يا نجوم الكوكب.